قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وصلي على النبي ويلا بينا نبدأ. بتبدأ أحداث فيلمنا في لندن مع بطلنا توماس اللي بيكون عايش حياة هادية وطبيعية جدا، وبيمارس روتينه اليومي بكل هدوء. بنشوفه لما بيصحى من نومه وبيمارس تمارينه الرياضية زي كل يوم، وبعدها بيجهز وبيستعد علشان يروح على شغله، وبيصحي بنته كارلي من النوم علشان تروح على مدرستها وبيحضر لها الفطار، وبيشوف الرسمة اللي رسمتها ليها ومعاها بابها ومامتها وبياخدها منها وبيعلقها على الحيطة جنب باقي الصور. هنا بنعرف ان مراته ماتت من سنين فاتت في حادثة عربية، وبياخد توم معاه كارلي في العربية وبيوصلها على مدرستها. وهم في طريقهم للمدرسة بيلاحظ توم عربية ماشية وراهم وكأنها بتراقبهم، لكن توم مش بيديها اي اهتمام، وبيوصل بنته للمدرسة وبيودعها وبيمشي وبيروح على شغله اللي بيكون حارس امن في جراج عربيات. بعد ما بيخلص شغله بيعدي على بنته ياخدها من المدرسة وبيرجعها على البيت. وفي الليل قبل النوم بيتكلم توم مع بنته، بيظهر انه بيهتم بيها وبيحاول يعوضها عن غياب مامتها، وبعدها بيروح على المطبخ وبيتكلم مع صورة مراته وبيقول لها انهم مفتقدينها جدا وان بنتهم بتكبر يوم عن يوم. وفجأة بيلاحظ ان في حركة غريبة حوالين البيت. اول ما بيفتح الباب بيهجموا عليه 3 اشخاص مقنعين وبيضربوه جامد، وتوم بيحاول انه يصد الضربات دي ويدافع عن نفسه، لكنه بيضربه بكل وحشية لغاية ما بيفقد وعيه. ولما بيفوق بيلاقيهم مسكوا بنته كرهينة بتكون خايفة جدا وبتفضل تنادي عليه، وتوم بيحاول انه يطمنها ويهديها. بعدها توم بيتكلم مع العصابة وبيحاول انه يبعدهم ويقول لهم ياخدوا اللي هم عايزينه ويسيبوا بنته لانها مجرد طفلة، لكن واحد منهم بيطلب انه يسلمهم الكوكايين. وتوم ما بيكونش فاهم هو بيتكلم عن ايه وانه ملوش علاقة بالحاجات دي. اول ما بيصوب بالمسدس ناحية بنته وبيهدده انه هيقتلها لو ما قالش مكان الكوكايين فين، توم بيترجى انه ما يعملش كده وبيعرفهم انهم اكيد غلطانين في العنوان ودخلوا بيت غلط. وبيرد عليه المجرم وبيقول له ان البيت صح وانه يبقى 23 شارع جروف. ساعتها توم بيعرفه ان العنوان غلط وانه 23 شارع جرين مش شارع جروف، ولو عاوز يتاكد يشوف فاتوره الكهرباء اللي جنبه. فعلا بيشوفوا الفاتوره بيكتشفوا انهم فعلا دخلوا البيت الغلط. ساعتها توم بيطلب منهم انهم يمشوا وهو مش بيعترف عليهم لاي حد، لكن العصابه بتخاف انه يبلغ عنهم الشرطه، وبالاخص انه شاف وش واحد منهم، وبيقرروا انهم يقتلوه هو وبنته. لكن لما بيكونوا على وشك انهم يضربوا نار، توم بيهجم على واحد منهم بياخد منه سلاحه وبيضرب بيه الباقيين، وبعدها بيطمن على بنته وبتتكلم معاه وبتعرفه انه بينزف. بعدها توم بيتصل بالعميلة جيل كاليستر في السفارة الأمريكية. فجأة بيقع على الأرض وبيغمى عليه. في نفس الوقت ده بتوصل مكالمة لشخص اسمه راي من جيل وبتعرفه إنه توم في ورطة، بس بتنتقل بينا الكاميرا وبنشوف توم وهو بيفوق في المستشفى وبيلاقي إيده متكلبشة في السرير، والدكتور بيعرفه إنه تعرض لضربات كتير على دماغه وإنه من حسن حظه إنه لسه عايش. في نفس الوقت ده بنشوف كارلي وهي في مبنى الخدمات الاجتماعية، بتكون تحت رعاية موظفة اسمها ستيسي بتحاول انها تتكلم معاها، وبتعرف من كارلي ان الاسوره اللي لابساها بتاعت مامتها وان في اشخاص اشرار اقتحموا بيتهم وباباها كان بيحاول ان هو يحميها. بنرجع بنشوف توم وهو بيشوف الاخبار في التلفزيون وبيعرف انها تتكلم عنه وعن قصه قتله ل3 اشخاص دخلوا بيته. من هنا بنعرف ان توم كان مغير اسمه الحقيقي وعايش باسم مزيف. في نفس الوقت كان زعيم العصابه كوبر بيتكلم مع 2 من زباينه وبيشتكوا له ان الاسلحه اللي باعها ليهم جودتها سيئه ومجرد خرده. ساعتها كوبر بيعرفهم انه ممكن يثبت لهم انها كويسه وشغاله وبيضرب عليهم نار وبيقتلهم. بعدها بتجيله المساعده بتاعته بتعرفه الخبر اللي انتشر عن توم وبيفرح انهم اخيرا عرفوا مكانه، وده لانهم بقالهم كتير بيدوروا عليه. من الناحية التانية بتيجي مكالمة لتوم من راي المحامي بتاعه، بيعرفه انه راكب الطيارة وفي طريقه للمدينة، وانه بمجرد ما بيوصل هيتكلم مع السلطات ويشرح لهم حالته وهيحاول يخرجه من المشكلة اللي هو فيها دي. بيكون توم متضايق جدا لان صورته ظهرت في الاخبار، وبكده كوبر هيقدر يوصل له هو وبنته وياخد ورقة من الممرضة علشان يكتب رقم راي، وكمان بيسرق منها أداة من غير ما حد ياخد باله، بيفك بيها الكلبش. بيهجم على الحارس وبيضربه وبسرعة بيهرب من الأوضة وبيغير هدومه علشان يهرب من المستشفى ويروح لبنته. لكن هو في طريق خروجه من المستشفى في 2 حراس بيشوفوه وهو بيهرب، وبيضطر انه يدخل معاهم في قتال وبيستخدم مهاراته القتالية ضدهم وبيقدر يتغلب عليهم وبيهرب من المستشفى. وقتها توم بيكون رجع للمكتب وبيعرف عنوان المكان اللي نقلوا بنته فيه، وبعدها بيمسح بياناتها من على الجهاز علشان محدش يقدر يعرف مكانها. بعدها بيحاول يهرب من المبنى وبيفضل بيشوب وراه وبيطارده، وبيركب توم تاكسي وبيهرب من المكان، لكن بيشوب بيشوف رقم التاكسي وبيبحث عنه وبيقدر يوصل لرقم السواق.
في نفس الوقت ده بيكون بيشوب في طريقه لتوم، ولما التلفريك بيوصل للمكان بينزل توم منه بسرعة، بيحاول يهرب بسرعة أكتر لكن بيشوب بيشوفه وبيضرب عليه نار. في اللحظة دي بيوصل راي وبياخد توم معاه في العربية وبيهربوا بسرعة. بعدها بيكتشف توم إنه اتصاب برصاصة وهو بيهرب من بيشوب، وبيتكلم مع راي وبيديله العنوان اللي بنته فيه علشان يروحوا يجيبوها من هناك قبل ما كوبر يوصل لها. أما الناحية التانية بتكون كارلي وصلت للمكان اللي هتقيم فيه، بتكون خايفة لأنها بعيدة عن باباها، لكن ستيسي بتطمنها وبتقول لها إنها هتفضل معاها. بيتصل توم بجال وبيبلغها بمكان بنته، بترد عليه وبتقول له إنها هتبلغ السفارة الأمريكية بمكان بنته علشان يروحوا ياخدوها، وبتعرفه كمان إنها تعمل الإجراءات وتخرجه من المشكلة اللي هو فيها. بيتكلم راي معاه وبيقول له إنه لازم يتعالج الأول من الرصاصة اللي اتصاب بيها وبعدها يروحوا لكارلي. في نفس الوقت ده بتوصل معلومات للمحقق كوان، وبيعرف إن قضية توم اتقفلت، وبيتضايق إن القضية انتهت لأن في 3 من رجالته موجودين في المستشفى بسبب توم، لكن في النهاية هو خرج براءة من قضية القتل اللي كان متهم فيها. من الناحية التانية بيكون بيشوب وصل على مركز الشرطة وبيقدر يعرف المكان اللي كارلي اتنقلت له من كوان، وبعدها بيخلص عليه وبيتصل بكوبر وبيبلغه بمكان كارلي، وبيعرفه كمان إنه هيوصل لمكان توم وهيخلص عليه في أقرب وقت. ساعتها بيوصل توم وراي لمكان أمان علشان يقعدوا فيه، وبيتصل راي بجيل وبيعرفوا منها إن في عملاء من السفارة في طريقهم لكارلي وإنهم هيوصلوها لتوم بعد ساعة، وكمان بيعرفوا إن الراجل اللي كوبر بعته علشان يقتل توم ويخطف كارلي اسمه بيشوب، وإنه شخص خطير وقاتل مأجور محترف. بعدها بيبدأ راي يعالج توم من الرصاصة اللي اتصاب بيها، وبيتكلم توم معاه وبيسأله عن كوبر، فبيقول له راي إنهم مش عارفين يوصلوا لمكانه، كل اللي يعرفوه عنه إنه لسه مكمل في شغله وبيبيع الأسلحة. وفي نفس الوقت ده بيقدر بيشوب إنه يعرف مكان توم وراي وبيتحرك في طريقه ليهم. بيقعد توم يتكلم مع راي وبيلوم نفسه على موت مراته، لكن راي بيقول له إنه ملوش ذنب في اللي حصل وإن كوبر هو السبب. هنا بنعرف إن مرات توم تبقى بنت كوبر زعيم العصابة، وإن كوبر حط قنبلة في العربية علشان يقتل بيها توم، لكن للأسف مراته هي اللي ركبت العربية مكانه وماتت بالغلط. بعدها توم استقال من شغله بعد ما كان بيشتغل عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي، وخد بنته وهرب علشان يعيشوا في أمان. ومن ساعتها وكوبر بيدور عليه في كل مكان علشان ينتقم من توم وياخد حفيدته تعيش معاه. بيوصل بيشوب عند البيت اللي موجود فيه توم وراي وبيركب الأسانسير، وفي نفس الوقت اللي بيكون فيه هما الاتنين خارجين من البيت بيتفاجئوا ببيشوب قدامهم وبيضرب عليهم نار، لكن بيستخبوا منه وبيضرب راي عليه نار. بعدها بيرجعوا تاني للبيت وبياخدوا أسلحة من اللي موجودة في البيت وبيستعدوا علشان يحاربوه. وبيتكلم بيشوب مع توم من ورا الباب وبيقول له إنه عارف كل حاجة عنه، وبيعرفه إنه بعد ما يقتله هيوصل لبنته، وبيقول له كمان إن جدها كوبر عايز ياخدها المكان بنته اللي خدها منه، لكن توم بيعرفه إنه هيقتله قبل ما يوصل له. بيستعد هو وراي علشان يهجموا على بيشوب أول ما يدخل من الباب، لكن بيتفاجئوا إن الحيطة اللي جنبهم بتنفجر وبيدخل بيشوب منها وبيضرب عليهم بالنار، وبيحاولوا هما الاتنين إنهم يستخبوا ويحموا نفسهم. وبعدها بيصوبوا بالأسلحة اللي معاهم ناحيته وبيضربوا عليه نار. بيستمر ضرب النار بينهم لغاية ما راي بيتصاب برصاصة، وتوم بياخدوا وبيهربوا من المكان بسرعة وبيركبوا العربية، وبيروح بيشوب وراهم وبيضرب نار على العربية لكن بيقدروا يهربوا منه. في الطريق توم بيفضل يتكلم مع راي بيحاول إنه ما يخلوهوش يفقد الوعي، وبيعرفوا إنه هيوصلوا للمستشفى، لكن راي بيقول له يروح لبنته وياخدها ويهربوا. بيفضل توم يتكلم معاه بس للأسف بيكتشف إنه مات، بيحزن عليه جدا لأنه أعز أصدقائه. في نفس الوقت بتتصل جيل بستيسي وبتعرفها إنها بتشتغل في السفارة الأمريكية وإنها تبعت فريق ليهم علشان يحموها هي وكارلي، وبتقول لها كمان إن توم مش شخص خطير زي ما هم فاكرين. من الناحية التانية بيشوب بيقدر إنه يتتبع مكان توم وراي وبيوصل عند العربية، بيلاقي راي ميت لكن مش بيلاقي توم، ولما بيرجع يركب عربيته بيتفاجئ إن توم في العربية وبيهدده بالمسدس، وبياخد منه السلاح اللي معاه وبعدها بيجبره إنه يتحرك بالعربية. بيتكلم بيشوب معاه وبيقول له إنه لو كان عاوز يقتله كان قتله دلوقتي، لكن توم بيعرف إنه هيستفاد منه الأول وبعدها يقتله. بيوصلوا عند المينا وتوم بيجبر بيشوب إنه ينزل من العربية وبيهدده بالمسدس، وبعدها بيربط إيديه الاتنين بحبل وبيتكلم معاه وبيطلب منه إنه يتصل بكوبر ويبلغه إن المهمة نجحت وإنه قتله خلاص، وكمان يعرفه إنه حفيدته معاه ويطلب منه إنه يقابله في المكان ده. ساعتها بيشوب بيسأله عن المقابل، بيقول له توم إنه ممكن يسيبه عايش. بيفضل بيشوب يتكلم معاه ويشتت انتباهه لغاية ما بيقدر يفك الحبل اللي مربوط بيه، وفجأة بيهجم على توم وبيضربه وبيدور قتال بينهم قوي جدا. بيكونوا الاتنين عند
عندهم مهارات قتالية عالية. في نفس الوقت بيكون كوبر في طريقه لكارلي بعد ما عرف مكانها، بيتفرج على صورتها وهي صغيرة وبيفرح لأنه يرجع يشوفها من تاني. كمان بيتفرج على صورة بنته اللي ماتت، بيكون مقرر إنه يقتل توم بعد ما يلاقي كارلي. من الناحية التانية بيكون القتال بين توم وبيشوب مستمر. في الأول بيقدر بيشوب يسيطر على توم وبيضربه بكل وحشية وبيوقعه على الأرض وبيخنقه بسلسلة حديد وبيحاول يقتله وبيعرفه إنه عرف مكان بنته من المحقق كوان وبعدها قتله. ساعتها توم بيعرف إن كوبر عرف مكان بنته وبيهجم على بيشوب بكل قوته وبيوقعه في البحر. بعدها بيركب عربيته بيروح علشان ينقذ بنته قبل ما كوبر يوصل لها. في نفس الوقت ده بيوصلوا عملاء السفارة علشان ياخدوا كارلي وستيسي وينقلوهم لمكان آمن. ساعتها بيخرج بيشوب من المية وبيتصل بكوبر وبيبلغه باللي حصل وبيعرفه إن توم هرب منه، وبعدها بيضرب شخص في الشارع وبيسرق منه عربيته وبياخدها وبيمشي. في نفس الوقت ده بتكون ستيسي بتستعد علشان تاخد كارلي ويمشوا من المكان مع العملاء، لكن للأسف بيوصل كوبر للمكان وبيضرب نار على العملاء وبيقتلهم وبيدخل البيت وبيضرب ستيسي والمساعدة بتاعته بتضرب عليها نار وبتقتلها. وفي نفس الوقت ده توم بيكون في طريقه للمكان اللي فيه بنته وبيشوب هو كمان رايح على نفس المكان، وهناك كوبر بيتكلم مع كارلي وبيعرفها انه يبقى جدها وبيفرجها على صورة مامتها وبيقول لها كمان ان باباها هو اللي بعته علشان يهتم بيها. بيعرفها انه شبه مامتها جدا وبيعرفها انها كانت اهم حاجة في حياته وانه كمان مبسوط علشان قدر يلاقيها وهياخدها معاه. ساعتها بيوصل توم للمكان وبياخد اسلحة من اللي موجودة في عربية بيشوب. بيراقب المكان، بيشوف 3 من رجالة كوبر ومعاهم أسلحة. بعدها بيهجم على واحد منهم وبيصوب السلاح ناحيته وبيقتله. ساعتها الباقيين بياخدوا بالهم وبيضربوا عليه نار وبيحاولوا يقتلوه، لكن توم بيهرب وبيستخبى منهم وبيروحوا وراه وبيطردوه. بيقدر يقتل واحد منهم، بيجي له واحد تاني بيكون بيدور عليه وفجأة توم بيظهر وبيضرب عليه نار وبيخلص عليه هو كمان. في اللحظة دي بيوصل بيشوب وبيهجم على توم وبيضربه وبيبدأ قتال بينه للمرة التانية. الاتنين بيكونوا أقوى من بعض وبيفضل بيشوب في وسط القتال يستفز توم ويقول له إن بنته هتعيش مع جدها، والكلام ده مش بيضعف توم، بالعكس بيديله قوة أكبر وبيهجم بيها على بيشوب. بيفضل يضربه ضربات قوية جدا لغاية ما بيوقعه على الحديدة وبيقتله. في نفس الوقت ده بيكون كوبر بيستعد علشان ياخد كارلي ويمشوا من المكان، لكن توم بيوصل لهم وبيهددهم بالسلاح. وساعتها بنته بتستغرب ان ليه باباها معاه مسدس. بتعرف باباها انها هي وجدها يروحوا الرحلة وانه ممكن يروح معاهم، لكن توم بيقول لها انه مش جدها. وساعتها كوبر بيتعصب عليه وبيطلب منه يرمي سلاحه وبيصوب مسدس ناحيته علشان يقتله، لكن توم بيطلع سكينة وبيطعنه بيها وبياخد المسدس من على الأرض وبيضرب نار على المساعدة بتاعت كوبر. ولما كوبر بيصوب مسدسه على توم بتتكلم معاه كارلي وبتطلب منه انه ما يأذيش باباها، وبيقرر كوبر ما يقتلوش وبيطمن توم على بنته وبيعرفها انهم دلوقتي في امان. هنا بتكون نهاية فيلمنا. رب يكون عجبكم، ما تنسوش تعرفونا رأيكم في الكومنتات، وسلام.